ولد شاب جاي يقول لي، قال لي عجيبه قوي، كان بيكلمني كل يوم وبعدين دلوقتي كلمني في اليوم كذا مره يعني، ومتابع انا بقى قصه الحب بقى. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي بقيتش تكلمني كل يوم. قلت له مبروك، هتتخطب الشهر الجاي. انت تعرف منين يا ابونا؟ قلت له طول بالك، خبره، انا خبره في الحاجه، انا فاهم. شهر واحد يا حبيبي. قال لي يا ابونا معقوله؟ قلت له لا صدقني. قال لي لا ما تقولش. قلت له هي التليفونات 3 تليفونات في اليوم، تبقى التليفون يبقى فيه حد دخل. لا ما تقولش. وده اللي حصل. وجا الولد قال ابونا اسم الصليب عندك شفافيه. قلت له لا يا حبيبي، ده بكتر ما انا قعدت مع الشباب والشباب وعارف خلاص. وكل ما في الامر مش تليفون، لا سوري، ما فيش نصيب، اسم الله، وهو متمرمط تعبان وجرح، ويجي له بقى افكار انتقاميه. طب انا هعرف ازاي مين بقى ده؟ لا ده انا هقول له، ده انا حضنتها وبوستها، هتاخدها؟ شغل بقى. نطلع بره بقى الموضوع. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ لا ده واحد ولد قال لي كده، قال لي لا ده انا شاطر قوي في تركيب الصور. قلت له انت مجنون؟ يركب صور، انا هتفرج بقى انا يضحك على 4 سنين. حبيبي ما نضحكش عليك، لا انت ضحكت ولا هي ضحكت، بس كل ما في الامر انت ما اختبرتش. افتح ودنكم مشاعرك من اول مرحله، هل هذه المشاعر حقيقيه ام غلط؟ صح. كل ما في الامر انه هو صغير وهو طالب وهي طالبه، شحت حد يهتم بيه، وهي شحتت حد يهتم بيها، واتعمل جدر. خلي بالك، هناك في نوعين من المشاعر: مشاعر قبل الأوان، ديت بتطلع على علاقات جسدية، وما يعرفش ينام بالليل ولا تعرف تنام إلا ما هو يقول لها قصيدة في الحب، وهو ما يعرفش ينام إلا ما تديله كلمتين حلوين قوي قوي قوي. كل دي مشاعر جسدية، متعودوا على كده خلاص، يعني بياخد الجرعة. ايه الجرعة؟ كلام حلو، ومفيش ما يمنع يتعدى الموضوع كلمات، لا، وتلامسات. لك احنا بنحب بعض، معلش هنعمل ايه؟ وبعدين نخش في حاجة اسمها الوهم، يقول لك ما احنا مسرنا نبقى لبعض، هو ايه اللي جرى يعني؟ ومن ضعف لضعف 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 لضعف. دي اسمها مشاعر قبل الأوان، لم تكتشف، لم تمحص. حصل ايه؟ وقعت في مطب ووقعت في مطب، ويبقى فيها نوع من انواع استهلاك للمشاعر. يعني ايه؟ استهلكت حته منها كبيره قوي، سببت لك جرح، سببت لك تعب، وتظل الخبره الاولى صعبه.